ده بضحك على ايه؟ ضحكني معاك. تعالى تعال. أرزاق وبيقسمها الرزاق. أرزاق وبيقسمها الرزاق. طيب يا سيدي شكرا كفايه. بقالنا يومين عمالين بنسمع عن اقتراب الأهلي في المشاركة في كأس العالم للأندية النسخة الجاية. وأنا بصراحة ما حبيتش أتكلم عن الموضوع ده إلا لما أجمع شوية معلومات كده وأفهم منين بيودي على فين. لحد ما فهمت منين يودي على فين قلت أطلع مع حضراتكم. القصة بدأت لما الصين اعتذرت عن تنظيم كأس العالم للأندية الجاي. شكرا يا صين. بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم يدور على دولة تانية تستضيف البطولة. حلو يابا الحاج. طبعا تم الترشيح والاستقرار بنسبة كبيرة عن المغرب. يا نهار ازرق يا نهار ازرق يا حزن الحزن. الاتحاد الدولي هو اللي بيختار الدولة. محدش بيقدم طلبات، يعني هو اللي بيختار الدولة، يجي يقول لك الدولة دي مرشحة. انت بقى ترفض او توافي دي حاجة ترجع لك. يعني مش طلبات ترشح. فالكلام رايح في اتجاه المغرب كدولة طبعا رائعة وعندها ملاعب جيدة وما إلى ذلك يعني. مالكش دعوه مالكش دعوه. المهم لحد دلوقتي كويس. الوداد حامل اللقب. جميل. فطبيعي ان هو كمان الدولة المستضيفة. فبالتالي الاتحاد الدولي هيفكر في الوصيف اللي هو مين؟ الأهلي. لا 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 انت بتهزر. والله اللي ماشية معاه زي الفل. ماشية زي الفل. والأهلي لحد اللحظة دي في الصورة. الأهلي لحد اللحظة دي في الصورة. لو الوداد طبعا وخلاص استقروا على ان المغرب هتكون هي الدولة المستضيفة، الأهلي هيشارك في كأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه. انت عبيط يالا ولا في ايه مالك؟ طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ارزاق بيقسمها الرزاق، مش هقول اكتر من كده. يعني الاهلي ما خدش دوري ابطال افريقيا هيشارك في كاس العالم للانديه. كان الموضوع ده حصل من نسختين مع نادي الزمالك. وكنا يعني كاس العالم للانديه كان هيقام في مصر. بس هي ايه؟ هو هيصف الكلام ولا ايه؟ مش هيصف الكلام هي. كان في كلام كتير بيتقال كده يعني. وكان الزمالك قاب قوسين او ادنى من المشاركه بصفته ايه؟ وصيف البطوله برضه. وكان هيشارك، وبعد كده طلع برضه كلام ان قال لك الدوله المنظمه ما ينفعش تشارك فرقتين. الدوله المنظمه ما تشاركش فرقتين، البطل هيشارك ويجيبوا فريق من بره. قبل اصلا الدوله حتى البطوله ما راحتش لمصر بس قبلها يعني. فده كلام بيرد على كلام الكابتن المحترم كابتن خالد الغندور اللي بيقول ان الرجاء هو اللي هيشارك مع فريق الوداد. وده احنا عرفنا اجابته من نفس موقف الزمالك اللي قال لك ما ينفعش ان من دوله واحده فرقتين يشاركوا منها. والموضوع كان مقفول وقتها في القصه دي لو انتوا فاكرين. واتحفل حتى علينا، ما اعرفش ايه الحكمه يعني. بس قال لك ده قرار من الاتحاد الدولي ومفيش دوله هيشارك منها فرقتين. فاذا الرجاء مستبعد. ليه؟ عشان القرار بتاع الفيفا ان الدوله ما ينفعش يشارك منها فرقتين. يبقى اذا هيطلعوا يجيبوا فرقه من بره. يبقى اذا هيجيبوا الوصيف. يبقى اذا الاهلي خلاص يجهز نفسه ويجهز شنطه. ده في حاله ان هم اختاروا المغرب. طب امتى الاهلي ما يشاركش؟ لو راحوا لابو ظبي. جميله ابو ظبي، مالها ابو ظبي دي؟ جميله جدا. ملاعب راقيه والدنيا هناك حلوه قوي. خليها تاكلك من الاخر. وانا بصراحه شايف برضو ان هم ممكن يروحوا ابو ظبي. مالها ابو ظبي؟ لطيفه جدا ابو ظبي. لطيفه جدا. لو هم اختاروا بقى ابو ظبي الاهلي مش هيشارك. خليها تاكلك من الاخر. خلاص بقى شكرا. خلاص الدوله المنظمه ويروحوا يجيبوا بطل دوري ابطال افريقيا وبطل دوري ابطال اسيا وكذا وخلاص الموضوع يبقى انتهى. خلصت هتبقى خلصت. ولكن لحد اللحظه اللي بكلمكم فيها دي لو اختاروا المغرب الاهلي خلاص هيبقى مشارك. وساعتها هقول ماشيه ايه؟ الصفرة احلى مسا عليك يا الصفرة يا اللي شاغله بالك بيه. مش اعمل برضو اللي في دماغك، اخليك تموت بحسرتك. تعال اشربي بيبس. انا عندي مشكله مع حظ وعدم توفيق نادي الزمالك في الحاجات اللي زي دي. نفسي خبطه من الخبطات اللي بتيجي غريبه ديت اللي هو اي حاجه في اي حاجه تلاقي الزمالك اتحشر في النص. ما بشوفش الكلام ده مع الزمالك. انت هتندب لي يا اخويا. ما بشوفش الكلام ده مع الزمالك. اهو بص اي حاجه في اي حاجه الصين تعتذر ما اعرفش مين رايح فين هوبا الاهلي ظهر. ازاي ما تفهمش؟ ما تعرفش ايه اللي بيحصل. كل حاجه بتتمهد ان الاهلي يكون موجود وخلاص. صيح طرب صيح سمعنا الطرب. شويه كفته شويه توفيق لينا احنا كمان. ما ينفعش ان كله يختفي ويختاروا حد من دوري المجموعات ويجي الزمالك يظهر. طب ليه الحاجات دي ما بتمشيش معانا احنا؟
انما انت ايه اللي جابك هنا لا مؤاخذه؟ اتقفشت في خرابه؟ قله توفيق غريب، ودايما الحاجات ديت ما تشوفهاش غير مع النادي الاهلي فقط لا غير. هننتظر بقى القرار بتاع الفيفا في خلال ساعات هيظهر وهيبان. لو اختاروا المغرب يبقى اذا الاهلي هو اللي مشارك. اجمد كده ولا لا بص ما تعيطش، مش عايزك كده، ها؟ اجمد، لسه اللي جاي جامد.